مبروك لنادي الزمالك الفوز على بيراميدز 4-3 بركلات الترجيح. صوتنا راح يا زمالك، صوتنا راح يا زمالك، وكل حاجة فينا فداك يا زمالك. الزمالك النهارده متعنا ودلعنا وتعب أعصابنا واتحرق دمنا، والكل كان فاقد الشغف إلا جمهور نادي الزمالك. كان واقف وصامت لحد آخر لحظة، واثق في ربنا. ثم نادي الزمالك ولاعيبته الرجالة اللي أقول لهم شابوه كلكم، اللي لعب واللي ما لعبش، كابتن معتمد جمال. معلش أنا صوتي وتعبان ومش قادر، بس الواحد فرحان والواحد لازم يعبر عن فرحته. هو ده نادي الزمالك اللي احنا بنحبه، ده نادي الزمالك اللي احنا بنعشقه. عاش الزمالك بجد. الزمالك نادي عظيم، الزمالك نادي كبير، مهما يقع ومهما الدنيا تيجي عليه دايما واقف وساند واقف وبيكسب. الزمالك الى نهائي كاس مصر امام النادي الاهلي، وان شاء الله اتحاد الكره هيحدد الميعاد قريب باذن الله. ولكن اللي يهمني رجوله لاعبي نادي الزمالك، رجوله مدرب اسمه معتمد جمال، الراجل اللي قلب موازين المباراة كام مرة في مرة، والمباراة بتيجي عليك والحمد لله بنتعادل، المباراة بتيجي عليك والحمد لله بتتعادل، والحمد لله كسبت اللقاء بركلات الجزاء. في البداية جبت، ثم بيراميدز تجيب وانت تضيع، وبعد كده انت تجيب، واخر ضربتين عواد 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 اللي بفضل ربنا، ثم دعوات جمهور نادي الزمالك ودعوات عواد الزمالك بيفوز على بيراميدز بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء. مباراة عظمة ومباراة مهما نتكلم عليها من هنا لبكرة ما نتوقعش انها تبقى كده، ما نتوقعش انها تبقى كده. 3-3 بيراميدز 1، الزمالك اتعادل في اخر الشوط الثاني، في اخر الشوط الثاني. الشوط الثاني تبدا بدايه الشوط الثاني الثالث جول لبيراميدز، يتعادل الزمالك في الشوط الثالث. الشوط الرابع بيراميدز يجيب جون والزمالك يتعادل في نفس الشوط، ثم ركلات الجزاء والزمالك بيفوز. انا النهارده مش هتكلم عليه فاينات، ولكن لا كل هتكلمه ان الكابتن معتمد جمال ابن من ابناء نادي الزمالك، واحد عنده دم وعرف يلعب الماتش ازاي. في لعيبه على عبء، ولعيبه مضغوط عليها، ولعيبه لا تستحق انها ترتدي تيشيرت نادي الزمالك، ولكن النهارده بعد اللي حصل مفيش كلام على اي حد، وهنسقف للكل، وبعد كده نبقى نتكلم فيما بعد. الزمالك ان شاء الله في مدرب اجنبي بجهاز كامل اجنبي، وهيبقى واحد مصري بس اللي هيقعد. حتى هذه اللحظه من الممكن بنسبه 90%، وبعد هذا اللقاء معتمد جمال هو اللي يكمل مع الجهاز الفني الاجنبي، او على حسب رؤيه الجهاز الفني، او على حسب رؤيه مجلس الاداره بكابتن حسين لبيب، اللي بنقول له الف مليون مبروك كرئيس نادي الزمالك ولكل اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك والجمهور نادي الزمالك اللي راح النهارده وما زهقش، كان بيهتف من اول دقيقه لاخر دقيقه. انا كواحد قاعد في البيت بتفرج انا ما قعدتش وصوتي راح وتعبان جدا، ولكن اي حاجه في ده نادي الزمالك. معتمد جمال اقول له شابوه بجد، اقول له شابوه بجد. قدمت مباراه، راجل مستلم الفرقه قبل الماتش ب3 ايام، راجل كان يعرف اللعابه ديت سواء مقابلات شخصيه سواء اتفرج عليهم قبل كده في ماتشات، ولكن اول مره يكون بيدربهم تحت قيادته. سامسون النهارده اللي بيصنع جون وبيجيب جون، ناصر منسي اللي بيصنع جون ويجيب جون، دونجا النهارده اللي بيجيب جون التعادل في الشوط الثاني. كل ده رجاله بجد، انتوا رجاله وعملتوا مباراه عظمه على عظمه. الزمالك حديد، عاش الزمالك بجد، وعاش والله حب في قلوبنا. وانا قلت مش هتكلم على اي فنيات، لاني انا شايف ان نادي الزمالك في الفريق الاول محتاج اعاده تقييمه مره اخرى من جميع الجهات. واتمنى بجد يعني عواد النهارده كان غلط في حاجات كتير في الاجوان، ولكن مش ذنبه الدفاع، عندك شوربه خالص ايا كان اللي كان موجود في اللقاء. ولكن الزمالك الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم جمهور نادي الزمالك، الزمالك عاد ولعبته الرجاله. عاش الزمالك وعاش والله حب في قلوبنا. ان شاء الله باذن الله القادم افضل وافضل لنادي الزمالك. الى اللقاء.